لو قدامك شركتين بيحققوا أرباح، إزاي تعرف مين فيهم الاستثمار الأذكى؟ المقارنة بين شركتين في نفس القطاع مش بس إنك تبص على السعر، أنت بتقارن قوة شركة حقيقية مش بس أرقام على الشاشة. خليني أبسطها لكم. أول حاجة بتبص عليها النمو، هل الإيرادات بتكبر سنة ورا سنة؟ شركة بتنمو بنسبة 10% غير شركة بتنمو بنسبة 2%، حتى لو الاثنين كسبانين. الربحية، هل هامش الربح عالي؟ يعني الشركة بتحول المبيعات لأرباح فعلا ولا بتبيع كتير ومكسبها قليل؟ ثالث حاجة نسبة الديون. سؤال مهم، الشركة عندها ديون قد إيه؟ وهتقدر تسددها من النشاط الأساسي بتاعها ولا لأ؟ الديون مش مشكلة لو الشركة بتعرف تستخدمها صح. رابع حاجة التدفقات النقدية، الشركة أرباحها على الورق ولا في كاش فعلا بيدخل الشركة؟ خامس حاجة الميزة التنافسية، الشركة عندها حاجة محدش بيقلدها بسهولة، يعني سعر قليل، جودة أعلى، ولا توزيعات نقدية أحسن؟ قبل ما تقول الشركة دي أحسن، اسأل نفسك هي أحسن في إيه؟ في الحلقة اللي جاية هنبص على الصورة الأكبر، تحليل القطاع نفسه قبل ما نحلل الشركات. نزلوا ابلكيشن EFG هيرمس 1 علشان تبدأوا رحلتكم الاستثمارية.